لما سعد يونس قالت لعمرو اديب ان هي عندها 74 سنه ما شاء الله، وبكل سعاده، وان هي مش زعلانه، وان هي مش فارق لها تقول السن، لان الطبيعي انها تكبر، وان الشخص مش هيفضل صغير طول عمره. كل مرحله في الحياه وليها جمالها. طبعا شيء تحفه جدا ان انت تشوف ست في مجتمعنا بتقول انا عندي 74 سنه ومش فارق لي ومبسوطه، في الوقت اللي انا في الجلسات بلاقي شباب اصغر مني ب10 سنين كل ما بيتكلموا بيقولوا ان هم بيكبروا في السن، وقد ايه بيكرهوا اليوم بتاع عيد ميلادهم، وقد ايه حاسين ان العمر بيضيع وهم صغيرين جدا. طب تفتكروا ليه؟ هقول لكم ليه. اللي بيحصل ان انا لو شخص عايش حياتي وعايش كل مرحله فيها حاسس ان انا فعلا وقتي بانجوي، بتعلم حاجه جديده، اكيد هيجي لي تحديات وتخبطات كتيره، بس بمر وبكبر وبعدي. ايه اللي بيحصل؟ ان انا عادي بيبقى عندي تقبل كبير جدا لسني، ومش فارق لي انا عندي كام سنه، وشاكر لكل لحظه باديها، وشاكر لكل عيد ميلاد بيجي عليا. لكن اللي بيحصل واللي ملوش علاقه بالسن وممكن يحصل لك وانت في سن صغير جدا، ان انت تبقى خايف، حاسين ان حياتكم مش ماشيه صح، في تخبط، مش عارفين هو الشغل ده اللي المفروض تشتغلوه ولا لا، ارتبط ولا ما ارتبطش، اسافر بره مصر ولا افضل عايش مع اهلي، مش عارف ايه اللي بيحصل. فطبيعي كل يوم بيعدي عليا بحس ان خايف من السن وخايف من بكره. امتى ده يتحسن؟ لما انتوا تلجأوا للسيشنز وتخلوا كوتش وشخص مختص هو يساعدكم ترتبوا شويه افكار في حياتكم، تكتشفوا فعلا ايه نوع الشغل اللي انتوا عايزين تشتغلوه، مين الشخص اللي انتوا عايزين ترتبطوا بيه، ايه الحاجات اللي انا احط فيها وقتي واحط فيها فلوسي ومجهودي، وايه الحاجات التانية اللي لا تستحق ان انا اضيع فيها اي حاجه من الحاجات دي. لما احنا بنعمل ده بيبدا يبقى عندنا تصالح، بنبدا يبقى عندنا تقدير وتقبل لحياتنا، ومش حاسين ان الوقت بيعدي واحنا مش عارفين احنا في المكان الصح ولا لا.